بعد غياب طويل، الفنانة الكبيرة سعاد صابر تعلن هذا القرار. أعلنت الفنانة الكبيرة سعاد صابر اعتزالها الساحة الفنية بعد غياب طويل، مؤكدة أن قرارها جاء احتراما لكرامتها وما قدمته للفن المغربي على مدى سنوات طويلة. وظهرت صابر في مقطع فيديو تتحدث عن التحديات التي يواجهها الفنان المغربي مع التقدم في العمر، مشيرة إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها الرواد من قبل بعض المنتجين والمخرجين. وأوضحت الفنانة أن وضعها الصحي كان السبب الرئيسي وراء ابتعادها عن التمثيل، قائلة إنها لا ترغب في التسبب بأي إزعاج للمنتجين بسبب ظروفها الصحية، منتقدة الأجور الزهيدة 3000 دراهم التي تعرض عليها مقابل أدوارها، مؤكدة رفضها العمل بمبالغ لا تليق بقيمتها الفنية. تصريحات صابر أثارت موجة واسعة من التعاطف بين جمهورها، حيث أجادوا بمسيرتها المميزة، معبرين عن تقديرهم لقرارها الذي يعكس وفاءها لقيمها ومبادئها النبيلة. إليكم بعض تعاليق رواد السوشيال ميديا على خبر إعلان سعاد صابر اعتزالها الفن. شكرا أمنا سعاد، لكل بداية نهاية، لكن يبقى بعض الأشخاص علامة مميزة في قلوب المغاربة، كهذه الإنسانة التي نرى فيها مثالا للأم المغربية المحترمة التي ربت أجيالا. ومن هنا نتمنى لها الموفور من الصحة والعافية، كما نتمنى من القائمين على الشأن الثقافي التفاتة إنسانية لفنانتنا الكبيرة. وشكرا. في تعليق آخر: لا يعقل، سعاد صابر، الفن النظيف والوجه المقبول على الشاشة، كأنها أم الجميع. تحياتي واحترامي لك سيدتي.